السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصفتنا اليوم طريقة الكتف في الكوشة. طريقة سهلة وبسيطة، لكن نتبعوا شوية خطوات وبإذن الله يطلع معنا مهبز وطيب أكيد ومحتفظ بالعصارة والنكهات. عندي هنا ربع كوب من الزيت، حطيت عليه هنا نص كشيك كبير من الثوم الباودر، ونص كشيك كبير من البصل الباودر، ونص كشيك من الفلفل الأسود، ونص كشيك من الفلفل الأحمر. حطيت عليه هنا الملح، وحطيت هنا زعتر وكليل مجفف، تقدروا تستبدلوه حتى بالأخضر، وصوص كواشيك كبار من الزبادي أو الياغورت السادة. حطيت عليهم هنا طماطم معجون، ممكن تحطوا حتى كاتشب. خلطهم كويس مع بعض وحطيتهم على جنب. عندي هنا كمية من التومة، والتومة هنا في وصفتنا هذه تعتبر ضرورية. ممكن مع التوابل تقدروا تضيفوا كشيك كبير من العسل الطبيعي. عندي هنا كتف من طبعا الخروف، تقدروا تستبدلوا الكتف بالفخدة. أخديت الكتف في الأول طبعا بعد ما غسلته، جففته كويس من أي سوائل موجودة عليه. بعدين درت فيه انجابات او فتحات باش حتى ندخل فيهم التومة. طبعا الفتحات هذه وزعتها على الكتف كله من قدام ومن الخلف. اخديت سنينات التومة ووزعتهم في الفتحات. طبعا لو كان الفتحة ضيقة شوية ممكن توسعوها بالموس وتدخلوا فيها التومة، طبعا مع ضغطة بسيطة باش حتى نضمنوا ان التومة خشت في اللحم. بعدين ناخد البهارات اللي أنا خلطهم مع بعض، نوزعهم على الكتف وندير له مساج، يعني الكتف كله نحاول اني انا ندخل فيه البهارات اللي انا جهزتها. طبعا الخطوات هذه انا درتها قبلها بيوم. طبعا كل ما تقعد اللحمة تتشرب الصوص كل ما تكون احسن. ولو حابين انتم مثلا تجهزوها بالتتبيله قبلها، نقولوا حتى حني باسبوع او اسبوعين، ممكن تجهزوا الكتف بالتتبيله وتحطوه في الفريز او المجمد وتخلوه الى غايه وقت الاستخدام. عموما أنا هذا جهزته قبله بيوم. بعد ما تبلته ودرت له التومة، غلفته وحطيته في الثلاجة. هذا شكله بعد ما طلعته من الثلاجة، تشرب من البهارات اللي أنا دهنت بيهم كويس. في الوقت هذا أنا شغلت الفرن هنا أعلى درجة. على حسب الفرن متاعكم. أنا الفرن متاعي 250، تقدروا تحطوا في 250 220 على حسب. المهم من الجهتين ويسخن كويس قبل ما نحط فيه اللحمة. خديت هنا ورق القصدير، حطيته وحطيت مجموعة يعني فوق بعض. بعدين حطيت عليهم ورقة الزبدة، وحطيت مباشرة عليهم الكتف. حاولت اني اني نغلف الكتف كويس بحيث لما يطيب حتى الصوص اللي فيه ما يطلعش. طبعا بالطريقة هذه تعتبر شبيهة هلبة من طريقة اللحم لما نديروه بورديم. الفكرة هي نفسها، غير الفرق ان احنا بنطيبوها في الفرن العادي او الكوشة العادية. خلاص هني غلفته كويس، وبعدين خديت الطاجين وحطيت عليه شباك من فوق. الناس اللي ما عندهمش النوع هذا من الطواجين او ما عندهمش الشباك هدايا، ما فيش مشكله، حطوه في الطاجين مباشره ودخلوها للفرن. اول ساعه تقعد اعلى درجه، وبعدين نقصتها هني لل 200. خليتهم حوالي 3 ساعات وربع. هذا شكلها بعد ما فاتت 3 ساعات وربع. عن ما شاء الله كانت طايبه. في الخطوة هذه تعتبر زي ما قلت لكم اللحم طيب، لكن أنا نبيه يتحمر. هناخد من الصوص اللي نازل في الأطراف وندهن بيه اللحمة، وندخلها بعدين للفرن مرة تانية ونخليها نص ساعة، أو خليتها نص ساعة إلى غاية ما تحمرت معنا. أول ربع ساعة فتحت الفرن عليها مرة تانية ودرت نفس الخطوات هذه. دهنتها بالصوص ودخلتها ربع الساعة الثانية، وكانت ما شاء الله معانا متحمرة. واللحم من غير مبالغة زبدة، دهنت دهنة خفيفة وحطيت عليه ورقة زبدة وحطيت عليه السيلفر، وخليته طبعا باش يحافظ عليه السخونية متاعه إلى غاية وقت التقديم. عن وقت التقديم درت معاه رز. حطيت الرز كأرضية، وبعدين زينته بخضرة. قليت كمية من المكسرات في الزيت، كاجو ولوز وفستق. وبعدين في نفس الزيت قليت راس بصل صغير. بعد ما دبل حطيت عليه زبيب، وبعدين حطيت عليه السماق. زينت بيهم طبعا الصينية من فوق. البصل والزبيب يعطيها طعمة روعة. نتمنى فعلا تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. وهذه نهاية وصفتنا، نتمنى انكم انتم تجربوها.
ما تنسونيش من الدعوة الطيبة، ولكم بالمثل أضعاف. معكم أنا لبنى الشكروني، استنوني إن شاء الله في فيديو جديد. نخليكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.